وأن يختم لنا على الخير ويسدد خطاي وخطاكم على الحق إنه مولى ذلك والقادر عليه. أما بعد، نسمع كثيرا انتزعت البركة. قبل 10 سنوات كانت ربما 5000 درهم تكفي وربما تزيد. الآن ربما تأخذ 1000 درهم فتذهب إلى السوق فتعود بديون عليك، ولربما تعطي الزوجة 10,000 درهم 5,000 درهم كمصروف لها ولأبنائها، ثم ما يأتي نصف الشهر إلا وهي تطلب منك مال. أين يذهب المال؟ الآن يعني كلنا كنا يعني الذين جاءوا في آبائنا طبعا وأجدادنا، أنا أتكلم عن جيل ما بين السبعينيات والثمانينيات، تجد أن البركة انتزعت. البركة كأنها منزوعة، وأصبح حتى الراتب الذي يأتي للموظف بالكاد أن يكفي، وهو يأخذ فوق 20 وربما فوق 30 وربما فوق 50 وربما فوق 60، فأين البركة تذهب؟ ثم تجد رجل راتبه 1000 درهم وعنده أسرة وابنه في الجامعة ولربما يبني بيتا. كيف؟ هل الرزق بعدد الشيء أم بالبركة؟ هذا أعجبني قول كنت قرأته في قديم الزمان كما يقال. كان يقول هذا القول وأنا في المرحلة الدراسية، كنت أقرأه يقول: الرزق معقود في السماء، بمعنى أنا وأنت أرزاقنا اليوم مثلا الله عز وجل فتح علي، جاءني رجل أعطاني 10,000 درهم مثلا، فالرزق معقود في السماء، لا أحد يزيد في رزقك ولا أحد ينقص في رزقك. والله وسيم لن يموت حتى يستوفي مثلا 1,000,000 درهم مثلا، لن أحد يأخذ مني هذا الدرهم ولن ينقصه. إذن الرزق معقود في السماء عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، خط أحمر. زين، اتفقنا الشيخ. فلماذا 1000 درهم يستطيع أن يدرس ابنه ويبني بيتا وربما يكفي، وتجد الرضا عجيب في قلوب الناس في هذا الذي يأخذ 1000 درهم أو 2000 أو 3، والذي يأخذ فوق 30 وال40 تجد يشكو الفقر والحاجة. لماذا؟ البركة معقودة في القلوب، الرزق معقود في السماء. علم الله عز وجل يعطي وسيم مثلا 1000 درهم في الشهر، ويعطي زيد 1000 درهم. وسيم نزعت البركة منه كمثال، نزعت البركة، 1000 درهم لا تكفي يوما واحدا. عمرو أو زيد هذا الذي يأخذ 1000 درهم والله عز وجل يطرح فيه البركة يكفيه لنهاية الشهر. إذن البركة أين تأتي؟ البركة تأتي من القلب. إذا كان هذا القلب صاف لا يحمل حقدا ولا غشا ولا لؤما ولا كذبا ولا زورا ولا خديعة إلى النهاية، تجد أن الله عز وجل يبارك له فيما أتى. إذن كيف نأتي بالبركة؟ ما البركة؟ يعني حينما أنا أسأل رجل، يسألني رجل: ما البركة يا شيخ؟ هذا 1000 درهم وهذا 1000 درهم، ما البركة؟ كيف نعرف؟ ما هي؟ نريد أبسط تعريف للبركة. قال أهل العلم: البركة ثبوت الخير الإلهي، يعني الله عز وجل يقذف الخير في 1000 درهم، ثبوت الخير الإلهي في الشيء. إذا حلت فيه قليل، يعني مثلا 1000 درهم قليل، كثرته أكثرته، كثر هذا 1000. إذا حلت فيه قليل كثر، وإذا حلت فيه كثير ربما البركة الله عز وجل يضعها فيه كثير أيضا، نفع. علم إذا حل فيه قليل كثر، وإذا حل فيه كثير نفع. هذا هو تعريف البركة. البركة تستثمر إذا كان القلب صاف، وتنزع البركة بحسب قلب المرء. لهكذا أنا الآن أريد اليوم أن أجلب لراتبي البركة. كيف؟ لا نريد كلاما إنشائيا، أريد أنا الآن أن أجلب. أنا مثلا نهاية الشهر مسكت الراتب، يا رب أنا أعاني، أريد أن أزد في راتبي، بركة راتبي. بداية خذ هذه الآية ضعها هنا، تعلم، وأنا أيضا معك سنتعلم. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ما قال رزق، ما قال لفتحنا عليهم رزقنا، لا، قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لماذا قال بركات ولم يقل رزق؟ لأن الرزق للكل. الله عز وجل لما ينزل المطر
ينزله على العاصي والصالح. لما ينبت الزرع ينبته للعاصي والصالح، لكن البركة تختلف. فقال الله عز وجل فربط التقوى في البركة. لهذا هو مكنون القرآن الكريم أن تعقل لماذا وضعت الكلمة ها هنا. لهذا الله عز وجل لما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ماذا يا رب؟ بركات، ما قال رزق، من السماء والأرض. ماذا قال أيضا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لما ذكر لفظ الرزق ماذا قال؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. ارجع معي للآية الأولى. الآية الأولى لفتحنا عليهم بركات، ما قال رزق. لماذا؟ أي لوضعنا في أرزاقهم البركة. علم لوضعنا في أرزاقهم البركة. لما ذكر لفظ الرزق جل وعز شانه حينما قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال أهل العلم لما ذكر الرزق جعله الله من باب غير معهود للرجل. بمعنى أنا اتقيت الله عز وجل مزارع، سينبت لي قمح، إذا اتقيت الله عز وجل سيبارك. إذا كان هذا القمح ينتج 1000 طن الله عز وجل سيجعله ربما 10,000 بركة. أنا موظف راتبي بالشهر 10,000، انظر الفرق بين الآيتين. أريد بركة، الله عز وجل قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا كموظف أعلم من أين يأتي رزقي، من راتب آخر الشهر، فيأتيني 10,000 أخرى من جهة لا أعلمها. علمت الآية. لهذا أحد الصالحين، الآن كلنا نشكو مثلا ارتفاع الأسعار، يأتي رجل يا شيخ تذهب إلى الجمعية معك 10,000 درهم، تخرج من الجمعية معك كذا. يا شيخ تذهب إلى سوق، تذهب إلى كذا. يا شيخ الراتب، يا شيخ الأسعار، تذهب إلى كارفور، تذهب الكل إلى الدكان، يعني الكل يشكو ماذا؟ غلاء الأسعار. قيل لأحد الصالحين إن الأسعار ارتفعت كما نشكو نحن الآن، إن الأسعار ارتفعت. فماذا قال؟ أنزلوها بالتقوى. لماذا؟ كيف تنزل بالتقوى؟ لأن الله عز وجل قال يرزقه من حيث لا يحتسب وبركات من السماء والأرض. فإذا أنا اتقيت ربي جل وعز شانه ستأتيني البركة والرزق من حيث لا أحتسب. علم. لهذا قال أحدهم قال التقوى أن تعمل بطاعة الرحمن وترجو ثوابه على نور من الله سبحانه وتعالى أي السنة، وتترك المعصية وتخاف من ربك ومن عقابه. إذن نشكو غلاء الأسعار، أنزلوها بالتقوى. قال أحد الصالحين قال ما احتاج تقي قط. إيش يعني ما احتاج تقي قط؟ بمعنى لا يوجد تقي يتقي الله ربه فمد يده لغير الله، استحالة. لأن الله عز وجل قال ففتح بركات من السماء والأرض، وقال يرزق من حيث لا يحتسب، فكيف يمد يده؟ لهذا قال ما احتاج تقي قط. لهكذا ارجع معي للآية الأولى، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أحد العلماء الله عز وجل جعل للتقي مخرج، وما بلغنا أن نكن أهلا للتقوى، ومع هذا رزقنا وما اتقينا، وإنا لنرجو الثالثة. قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. لهذا القرآن هذا الأمر الأول. إذن لتتق الله جل وعز شانه، علم، لتريد المال، لتريد البركة، تريد الرزق، اتق الله تفتح لك البركة، والله عز وجل يرزقك من حيث لا يحتسب. زين يا شيخ، ما المسألة الثانية؟ قراءة القرآن. ما علاقة قراءة القرآن بالرزق يا شيخ؟ الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليدبروا آياته. قال أهل العلم رحمه الله لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، وأفضل الذكر هو قراءة القرآن. يعني حينما يأتي رجل يقول يا شيخ ما أفضل الذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله أفضل الذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. اتفقنا، هذا أفضل الذكر. قال ابن القيم وفضل القرآن على الذكر كفضل الله على سائر خلقه. فالقرآن أعمال صالحة، والأعمال الصالحة تأتي بالبركة. ما الثالث يا شيخ؟ أريد بركة اليوم. قالوا الدعاء. كيف الدعاء؟ كيف؟ أريد أن أسأل سؤال. ما إذا تزوج رجل
ماذا نقول له؟ تقول اللهم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل عند أحد دعا له اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم، كان يدعو لهم بالبركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب مثلا شرابا أو أكل طعاما يقول اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه. ولما يشرب اللبن أي الحليب اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. إذا ادعو لنفسك في البركة، ارفع يديك اللهم بارك لي في رزقي. حينما تمسك الراتب قل اللهم بارك لي في رزقي واغفر لي. جربت أنت جربت أن يأتي آخر الشهر، أنت حينما وأنا منكم حينما يأتي آخر الشهر قسط، إيجار بيت، إيجار كذا، مصروف المدرسة، مصروف تعد، لكن هل جربت تقول اللهم بارك لي فيما رزقتني؟ ليس هذا فحسب. ثالثا أو رابعا للتجار، ربما تاجر يقول أنا يا شيخ عندي تجارة لكن لا يوجد بركة في الرزق وأشكو الضنك وأفكر أن أبيع تجارتي. هل تريد بركة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبك في تجارتك؟ ربما تقول نعم أريد، أنا تاجر أريد بركة في التجارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان، المشتري والبائع، بالخيار. علم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الخيرة في أمري. علم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بمعنى أنا اشتريت هذه ما زلت عندي خيار، ربما آخذ أو لا آخذ هذا الشيء. عندي البيعان بالخيار، بمعنى آخذ ما آخذ ما لم يتفرقا. إن خرجت من باب المحل ألزمت البيع. قال عليه الصلاة والسلام بعدها فإن صدقا وبينا، بمعنى يأتي التاجر يقول ترى هذا الكأس زين لكن فيه خدش هنا وخدش هنا وخدش هنا وربما هنا مكسور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذا أردت أن تكون تاجر كن واضح. يا أخي هذه القطعة أصلية؟ لا ليست أصلية. وأين الأصلي؟ ليس عندي أصلي. لكن لا والله العظيم أصلي، والذي أنا يا شيخ بنيت بيتي كله من هذا. لا تمحق البركة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما قال عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب، تريد بركة في رزقك، في عملك، في الصباح. أنا حينما أقرأ الصحابة كان فهمهم عجيب رضي الله تعالى عنهم لحديث رسول الله. مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي في الصباح الباكر. بركة في ماذا؟ في الرزق، في الجسد، في الصحة، في القول، في العمل، في كل شيء. من روى الحديث؟ صخر الغامدي. صخر الغامدي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، هو صخر الغامدي يقول أنا سمعت يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لي لأمتي في بكورها. البكور الصباح الباكر. أصبح صخر رضي الله تعالى عنه كان تاجر، فكان لا يبعث الغلمان أي العبيد الذي عنده للتجارة إلا في الصباح الباكر، ويقول أريد أن تصيبني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في البركة. في البركة. لهذا العلماء رحمه الله قالوا الأرزاق توزع في الصباح في البكور، فمن كان على يقظة أخذ حظا وافر والمستغفر يأخذ حظ وافر. لهذا أنا حينما مثلا تستيقظ في الصباح الباكر في وقت الفجر، الآن أنا استيقظت وقت الفجر مثلا، صليت الفجر مثلا، أذهب إلى دوامي، استغفر، ابقى استغفر حتى تصل إلى دوامك. انظر كيف سيبارك الله لك، لأنك أصبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح الباكر وأصبت الاستغفار. علم ليس هذا فحسب. أحدهم يقول، أحد السلف يقول عجبت لمن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزقه الله. يتعجب، لأن أصلا البركة تنزل في وقت الصباح. علم لهكذا. أعطيك مثال، يعني أحيانا لما مثلا نحن 4 شباب يوجد صحن طعام، صحن طعام، في العين هذه تقول لا ما يكفي، العين هذه لا تشبع، هذه العين لا تشبع، من أطلق هذه العين هلك. فربما أنا وأنت ربما نجلس، يأتي بصحن طعام يقول يكفي ما يكفي، لا والله يكفي، أسأل الله ما نتفشل، تدعو لنفسك، العين ما تشبع.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي لاثنين، والثلاثة لأربع، والأربع إلى النهاية. فإذا يوجد بركة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ البركة تنزل في وسط الطعام. نفترض هذا الطبق، البركة تنزل ها هنا في الوسط. ثم قال عليه الصلاة والسلام فكلوا من حافتيه، يعني كلوا من حافة الطعام، لا تأتي للوسط كما يفعل بعض الناس، يأتي للأرز والعيش ويصنع هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، من حافة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا من وسطه لكي لا تذهب البركة، اجعل البركة موجودة. من يطبقها؟ أيضا البركة أن تأكل وأنت متجمع أنت وأهلك، ما يأتي كل أحد يعني يقول يدخل وسيم يأكل يأخذ صحن ويذهب لغرفته، كما الآن نحن في القرن 21 يا شيخ. نعم إن شاء الله يفتح علينا وعليكم. تأتي الزوجة تأخذ الصحن ويأتي الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل عند المسلم الإمام أحمد قال يا رسول الله نحن نأكل لا نشبع، نحن نأكل ولا نشبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم قال لعلكم تأكلون متفرقين، يعني كل واحد لحاله صحن. الاتيكيت يا شيخ أن لا نأكل من الطبق الكامل، الاتيكيت أن تأخذ كل واحد في صحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تأكلون متفرقين، قالوا نعم يا رسول الله. قال إذا أكلتم فاجتمعوا واذكروا اسم الله. فنحن عكس السنة الآن، نأخذ من الوسط، يقول يا شيخ الخير في الوسط ترى، ونأكل متفرقين فتذهب البركة. فكيف نرجو البركة إذا أنت ما أتيت بالسنة؟ أيضا من البركة يعني مثلا حينما تأكل الآن أصبح أهلكونا أصحاب الاتيكيت. ليس من الاتيكيت أن تلعق الأصابع. يقول إيش يا شيخ معدتي. نعم أن لا أقول أمام الناس، كل اذهب حينما تغسل يديك عند مكان غسل اليدين عليك بلعق الأصابع، هذه السنة، لكن لا ليست من الاتيكيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابع الثلاث، يأكل بالثلاث صلى، ليست بالخمس وليس بالاثنين. تعلم لماذا يأكل بالثلاث صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن القيم الخمس جشع، يعني تمسك الخمس قال جشع، والاثنين هكذا كبر، والثلاث وسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وسط بالثلاث يأكل صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل يلعق الأصابع ثم يقول لا يدري أحدكم أين في طعامه البركة، لأن ربما أنا أكلت شبعت لكن البركة عالقة هنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعقها ثم يغسل يديه صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أنت تريد البركة عليك بهذه الأمور. أيضا أن تتوكل على ربك في رزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. الآن بالله العظيم هل رأيت طيرا يحمل حقيبة دبلوماسية على ظهره أو حقيبة غذائية؟ أو مثلا هل رأيت طيرا يمسك ورقة الميزان الاقتصادي المستوى الاقتصادي؟ من يرزقهم؟ هل رأيت دابة تحمل رزقها؟ هل عمرك رأيت حصان على رزقه ما يأكل، على ظهر ما يأكل، أو ناقة؟ من يرزقهم؟ الله جل وعز. فجاء المثل بأضعف خلق الله، العصفور أضعف خلق الله، قلبه لا يستطيع، أولا قلب لا يقوى على الطيران في اليوم العاصف، هذه أول، وقلبه ضعيف جدا، وعشه واهن علم. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. كيف يا رسول الله؟ تغدو خماصا، يعني تذهب في الصباح البطون فارغة، ثم قال وتروح بطان وترجع البطون ممتلئة. إذا نحن نريد أن نتوكل على الله حتى يرزقنا. أنا ما أنهيت، لكن المخرج يقول لي فاصل ونعود إليكم بإذن الله.